ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لنا على القناه، ويلا نبدا نقول يا بركه بسم الله زي ما تعودنا. قبل ما نبدا الفيديو اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودوسي لايك على الفيديو ده، وفي فيديوهات تانية لو اول مره تشتركي معايا وتشوفي فيديوهاتي، لو في فيديوهات تانية برضه هتستفيدي منها. خشي برضه واتفرجي عليها. النهاردة بقى اول حاجة جهزت الفطار زي ما انتم شايفين. بعد كده بدأت الم الغسيل وشغلت على دور تاني غسيل. زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل يوم انا بغسل زي ما اتعودتوا معايا. فبدأت قلت احط الغسيل عشان الحق انشره وينشف. وشغلت الغسالة زي ما انتم شايفين. انا بحط ايه؟ بحط اريال اوتوماتيك، او اوكسي او اي نوع اللي انت تحبيه. ومعاه كلوريكس الوان، ومعاه معطر لو عايزه تحطي. اهو بدات اغسل في المواعين برضو وانا واقفه بجهز في الفطار. كنت لسه بجهز فيه. انت لما تجهزي يعني حاجه ما توقفيش يعني عليها بالظبط، لا ممكن تجهزي الفطار. يعني كنت بحمر بطاطس وفي نفس الوقت بغسل في المواعين زي ما انتم شايفين. لميت المواعين بتاعه العشاء. وبحب افضي الحلل، ما يعني ما تعوديش تعيني الحلل بتاعتك في التلاجة ايه فيها الاكل، لا فضيها في علب وعينها في التلاجة. والحلل طلعيها برا ايه تتغسل. اهو زي ما انتوا شايفين. انا بقى اول حاجة ببدأ فيها في غسيل المواعين الكوبايات والسلكة، عشان السلكة تبقى نضيفة ما تزفرش الكوبايات معانا ولا حاجة. اهو غسلت الكوبايات معاكم زي ما انتوا شايفين وشطفتها. بعد كده ببدأ تاني حاجة بايه؟ بالاطباق او النواعم، صواني، اي حاجة صغيرة كده بعمل بيه. اهو زي ما انتوا شايفين. انا بدأت بالصواني دي، بحب ادعكهم حلو عشان يلمعوا معايا. ويبقوا حلوين. يعني قلنا طبعا ممكن نلمع مواعيننا بايه؟ بالصابونة البيضة بتاعة الغسيل دي، بتجيبيها وتلمعي بيها الحلل بتاعتك الألمونيا والستانلس، بتخليها بتلمع وبتبقى جميلة. انا الصراحة لما يعني المواعين بتاعتي مواعين العشاء او كده انا بغسلها، يعني متعودة اغسلها بعد ما نتعشى. بس انا سبت دول عشان التصوير. انما انت يعني حاولي ان انت بعد ما تتغدي تغسلي مواعينك، بعد ما تتعشي تغسلي مواعينك، بتبقى ايه سهلة عليكي يعني وخفيفة وكده ومتكسليش عنها. اهو بدأت اغسل معاكم الاطباق زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة وانت بتغسلي مواعينك تشطفيهم كويس. بصوا بوريكم ما شاء الله الطبق بقى بيلمع ازاي. انا بستعمل صابون ايه للغسيل المواعين؟ بستعمل صابون الوفير ده. الصراحة نوع نضيف وجميل وبيلمع المواعين معايا وبيخلي غسيل المواعين يبقى سهل وكويس. لو وصلت معايا لحد هنا دوسي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهو زي ما انتوا شايفين برضو بدأت الحلل برضو ادعكها حلو، تمسكي الحلل تدعكيها حلو عشان تلمع معاكي وتبقى نضيف. اهو انا دلوقتي بغسل في المواعين وفي نفس الوقت مولية الفطار بتاعنا اللي هو البطاطس. وجبة الفطار يا بنات مهمة، ان احنا لازم نفطر عشان نقدر نشتغل يعني في بيتنا ونشوف عيالنا ونشوف اللي ورانا. فعشان تقدري تبدأي يومك لازم تفطري كويس. اهو زي ما انتوا شايفين انا غسلت الحلتين دول وقلت اشطفهم بقى، وبعد كده اي ابدأ في الاطباق اللي معاكوا دي. وهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده برضو. بولي البطاطس وبرجع تاني ايه للمواعين. برضو لازم برضو نخلي عندنا ايه فواكه في البيت، حاجة مغذية للولاد. او نعمل لهم صينية كيكة بالشوكولاتة او صينية سادة يشربوها مع اللبن. لازم يبقى عندنا ايه حاجة حلوة كده في البيت برضو للولاد يبقوا ياكلوا منها يعني. وزي ما انتوا شايفين احنا خلصنا كده المواعين خلاص، ما عادش بقى الا المعالق ونشطف الطبقين اللي انتوا شايفينهم دول. اهو بدأت اشطف فيهم معاكم. عايزه اخد رايكم في حاجه يا بنات. اللي جرب الستيكر اللي بتحط على الرخامه ده حلو كده عملي يعني، ولا مش حلو بيبوظ بسرعه؟ لاني عايزه يعني اجدد في المطبخ وكده، وابقى اجيب كذا بكره يعني واعمل منها الرخامه بتاعه المطبخ ورخامه الحوض دي. بس بتاعه الحوض دي مش عارفه هتفك بقى من الميه. الستيكر هيفك من الميه ولا ايه؟ اهو زي ما انتوا شايفين خلصنا المواعين.
والمنظر يفتح النفس. وزي ما تعودتوا معايا بنغسل الخلاط مع بعض برضو نشطفه وبيرجع تاني يلمع وبيبقى جميل. فانتوا بكتبولي في التعليقات بقى وقولولي رأيكم في الاستيكر دوت. ونجيب ورق حجري كده واحطه عند الحوض كده، اجيب لون ابيض او ممكن الوان تانية، ولا السيراميك شكله كده احلى. قولولي رأيكم في التعليقات وعشان يعني اعرف انهي الصح. وزي ما انتوا شايفين اهو انا جيت على الحتة برضو بعد ما فطرنا بقى، قلت بقى اقوم اروقها، فنفضت الكنب بتاعي. وبعد كده بعد ما نفضته زي ما اتعودتوا برضو معايا بقوم ملمعه الخشب بتاعه، لو عليه ترابه ناعمه عليه اي حاجه بشيلها على طول زي ما انتوا شايفين. طبعا ممكن ترشي بليدج برضو على الخشب دوت وتمسحيه، برضو بيدي لمعه جميله قوي. وممكن تعملي خلطه من البيت برضو، هبقى اقول لكم الخلطه دي برضو، وتعملوها برضو ترشوا منها برضو بتبقى حلوه وتدي لمعه. بعد كده شلت الترابيزه وبدات اكنس السجاده بتاعتي اللي عند الكنب اهو زي ما انتوا شايفين. بكنسها حلوة قوي. دي السجادة اللي غسلناها مع بعض في الفيديو اللي قبل ده، ونضفناها وخليناها بصوا نضيفة ازاي ما شاء الله. ارجع لي الفيديو وعرفي الطريقة طريقة غسيلها على الناشف ازاي ورجعتها نضيفة. بعد كده جيت هنا على الحتة دي وبدأت اشيل فرشة القعدة زي ما انتوا شايفين وانفضها من تحتها، بيكون واقع تحتها مناديل وورق وحاجات. وهو بدأت زي ما انتوا شايفين افرشها تاني واحط عليها المساند. الفرشة دي الصراحة بتحميلي القعدة بدل ما افضل كل شوية واغسلها يعني، فدي بتحافظ عليها. وزي ما انتوا شايفين اهو بحط معاكم المخدات دلوقتي، وبرضو ظبطت المخدات اللي الناحية التانية دي عشان لو حد قاعد يعني على الارض كده. صراحة احنا بنحب القعدة على القعدة العربي اكتر من الكنب يعني. اهو بعد كده خلصت وبدأت اكنس اهو معاكم، برضو كنستها حلو قوي اهو زي ما انتوا شايفين. وده بقى ورق مكان ولادي ما كانوا بيذاكروا، احنا بالليل بنفرد هنا الطبلية ونقعد نذاكر مع بعض انا وهم، اذاكر لهم يعني. ان شاء الله برضو لما ربنا يسهل نفسي اجيب سفرة يعني عشان نبقى نقعد نذاكر عليها يعني. وهو بدأت اكنس الحتة اللي باقية في السجادة دي واجمع كل التراب على حتة واحدة وهروح لماه. طبعا لازم تنفضي برضو مشاياتك وتلميهم برضو كويس اهو. بنفض المشايات وتلم التراب اللي تحتهم كويس وتنفضيهم كويس اهو. انا ان شاء الله برضو ربنا يسهل وعايزة برضو ادهن. انا لسه ما دهنتش الشقة بتاعتي، برضو عايزة ابقى ادهن يعني شقتي. الالوان بقى اللي طالعة جديد دي وتمشي برضو مع العفش بتاعي اهو. نفضت المشاية التانية وبدأت برضو الم التراب كله اجمعه على حتة واحدة واروح لما جوه سلة الزبالة دي. سلة الزبالة دي انا رميت فيها الزبالة اللي كانت في السلات اهو. اجيب بقى المقشة والجاروف الناعمين. طبعا قلنا اتأكدنا لازم جاروفك يبقى نضيف على طول، ما تسيبوش يوسخ، لان الجاروف ده برضو عنوان لنظافتك اهو. والم عليه التراب خالص كله، ما تسيبش في اي حاجة ولا ترابية ناعمة. وفرشت فرشايتي تاني اللي حطها عند الباب وهي التانية برضو. وبسم الله ما شاء الله كانت الحتة شكلها جميل. بعد كده دخلت على الحمام بتاعي وقلت امسكه بقى اغسله غسلة تلمع يعني. ما شاء الله بعد ما خلصته كان جميل وريحته مفحفحة وجميلة من ريحته. كنت حاطه معطر فريدة وكانت ريحته جميلة ونضيف وبلمع اهو زي ما انتوا شايفين. بدأت اغسل الخلاطات بتاعتي اول حاجة اهو. تغسليها كويس، ولو حواليها السيراميك بتاعها منقط في مية مش نضيف بتاع برضو تعيد عليه تغسليه اهو. بظبط عشان اشطف العمود ده، بظبط الحنفيات بتاعته اهو، بشطف السيراميك. انت يعني حاولي ان انت ما تسيبيش سيراميك حمامك ومطبخك يتوسخوا على طول، تغسليهم وتخلي ايديكي فيهم
اهو بدأت برضو اصبن البانيو زي ما انتوا شايفين معايا. النقط اللي في البانيو اللي هناك دي نقط مكان ما كنا بتوع السيراميك. الصراحة خايفة اقشرها، قالوا لو قشرتيها هتسيب علامة مكانها وتقشر البانيو وهيصدي وهيبوظ، فالصراحة سايباها كده زي ما هي. اهو بدأت اشطف البانيو معاكم زي ما انتوا شايفين. طبعا لازم تصبين البانيو ده تغسليه على طول كده عشان يفضل بيلمع معاكي. اهو بعد كده دخلت على الحوض وقلت ادعكه برضو والخلاط بتاعه وحوالين سيراميكو برضو واروح مشطفاه بميه. اهو الميه ما شاء الله بصوا بقى يلمع ازاي. نخلي ايدينا على طول في السيراميك بتاع الحمام والمطبخ عشان يفضل نضيف معانا، وننضف برضو حمامنا ومطبخنا نخليهم نضاف على طول. اهو انا بجيب قماشة واروح منشفة الخلاط ده عشان يفضل ايه يلمع معايا، مش مكان المية يفضل معلم. بعد كده جبت كلوريكس الالوان ورحت ايه نزله في الارض زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهبدأ بقى اللي انا ايه اغسل الارضية واغسل القاعدة من جوه معاكم. ما تقوليش ياي لا مش هغسل القعدة مش عارفة ايه، لا لازم تنضفي قعدتك وتخليها نضيفة وريحتها حلوة دايما. رشي فيها معطر حطي فيها معطر معطر التواليت ده بيبقى جميل قوي، كرات كده وبتبقى حلوة بتديها ريحة جميلة. اهو بدعك معاكم الارضية زي ما انتوا شايفين اهو، بجيبها من كل حتة عشان تفضل نضيفة وبتلمع معايا. بعد كده بدأت اشطف الحمام بتاعي وتنشفيه بقى تنشيفة حلوة عشان ايه لو سبت فيه المية تفضل كده موجودة، لا مش هتوسخ الحمام بسرعة. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الحمام بقى بيلمع اهو. وبعد كده قلت بقى ابدأ اجهز في الغدا بتاعي، فهعمل مكرونة محمرة وبطاطس وطبق سلطة وبألف هنا وشفا. بدأت بقى احمر في المكرونة بتاعتي واقلب فيها كويس عشان الزيت يكون موجود على كل المكرونة. ممكن تقعدي تقلبي فيها كده بالطريقة دي او بالمعلقة انتي وراحتك، الطريقة اللي تحبيها اعمليها بيها. ان انتي كل شوية تقعدي تقلبي في الحلة وتعمليها كده تقوم ايه متحمرة معاكي. تبدأي تحمريها تقلبيها كويس عشان ما تتحرقش منك، ودايما الاحراف بتتلسع قبل النص، فانت دايما اقعدي ايه هاتي من الاحراف اللي تدخلي لجوه. اهو زي ما انتوا شايفين بدأت تتحمر معايا. وهنزل بقى بايه بالشوربة بتاعتنا، وبعد الشوربة برضو ايه هنحط التوابل بتاعتنا شوية ملح وكمون وبابريكا. ولو ما عندكيش شوربة برضو وعايزة تعملي برضو مكرونة محمرة ممكن مكعبين مرق الدجاج على شوية مية وتظبطي الحدق بتاعها وتبقى بألف هنا وشفا. اهي المكرونة بتاعتي استوت معايا وما شاء الله مفلفلة ومفرفطة وجميلة ازاي، وكانت بألف هنا والشفا كانت جميلة وتحفة. بعد كده ايه بدأت اقشر في البطاطس بتاعتي بتاعت الغدا اللي هحمرها مع المكرونة. القشرة الصراحة بتنفع اوي في تقشير البطاطس، يعني انصحك ان انت تجيبي قشرة احسن ما بتقشري بالسكينة ما بتبقاش مظبوطة زي كده. وبعدين القشرة بتوفر معاكي جهد ووقت، في ثواني بتكوني مقشرة البطاطس بتاعتك. بس اهم حاجة تجيبي نوع قشرة يكون حلو. انا جبت نوع واحدة قبل كده واتخلعت من جيت اقشر بيها راحت مخلوعة ما كانتش اصلية خالص. وجبت واحدة تانية السكينة بتاعتها ما كانتش حامية، بس الصراحة دي جميلة بقى اللي جبتها دي كانت جميلة. وفيها سكينة من تحت لو هتعملي مخلل جزر مخلل لفت اي حاجة بتدي شكل جميل. وساعات بعمل برضو منها البطاطس بتديها منظر وشكل جميل. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت تقشير البطاطس. بعد كده ايه هبدأ اقطعها. انت بقى زي ما تحبي عايزة تقطعيها رفيع تقطعيها تخين وسط براحتك، بس الرفيعة دي بتبقى ايه مقرمشة يعني، انما التخينة دي بتبقى طرية. لو انت مثلا عندك الاطفال بتاعتك صغيرين وعايزاهم ياكلوها يعني ما تكونش ناشفة عليهم، هي بتبقى ايه الوسط بتبقى حلوة يعني، التخينة دي بتبقى طرية يعني. اهو زي ما انتوا شايفين انا بقطعها اهو زي ما انتوا شايفين وسط برضو عشان ولادي وهبدأ اقطعها صوابع معاكو. انا بقطعها وسط واهو انا قطعتها معاكو. وهبدأ بقى ايه ان انا احط الزيت واحمرها
تخلي بالك برضو منها، ويعني تحمريها حلو. لو عايزاها مقرمشة براحتك، عايزاها طرية زي ما تحب. اهو انا حمرتها وبدأت اطلعها، وبألف هنا وشفا. لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو، حط لايك واشتركي معايا في القناة وفعلي زرار الجرس. اهو بقول لكم ان هي كانت مقرمشة وجميلة، وبدأت احط دور تاني زي ما انتوا شايفين معي. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، ونتقابل في فيديو جديد، ومع السلامة، وفي رعاية الله.